في قادم الزمان كان هناك مملكة واسعة يحكمها ملك عادل في البداية، لكنه مع مرور الوقت أصبح قاسيا وظالما. في هذه المملكة كان هناك فلاح بسيط يدعى حسن، يعيش مع والدته المريضة في كوخ صغير قرب الغابة. كان حسن يعمل بجد في الحقول، لكنه رغم جهده كان يعاني من الفقر بسبب الضرائب الثقيلة التي فرضها الملك الظالم على الفلاحين. في يوم من الأيام جاء الوزير إلى قرية حسن وأعلن أن كل من لم يدفع ضريبة هذا الشهر سيسجن أو سيسلم. لم يكن لدى حسن ما يكفي من المال، فبدأ الخوف يملأ قلبه. ذهب إلى الملك طالبا الرحمة، لكنه واجهه بالقسوة. القوانين واحدة للجميع، لا إعذار. حزن حسن وبدأ يفكر في كيفية النجاة هو وأمه. بينما كان يسير في الغابة حزينا، قابل حكيما عجوزا عاش في الغابة منذ سنوات. قال الحكيم: أيها الفتى، الظلم سيزول فقط إذا انتصر الحق. لا تدع قلبك يملأ بالكراهية، ابحث عن طريق لتغيير الواقع. استمع حسن إلى كلام الحكيم، وبدأ يفكر في طريقة لجمع الفلاحين والتحدث مع الملك بطريقة ذكية. وبعد شهر من التخطيط استطاع حسن والفلاحين جمع أدلة على فساد بعض الوزراء وإساءة استخدام السلطة. ذهبوا بها إلى الملك نفسه وأروى له الحقيقة. حينها شعر الملك بالعار والندم، وأدرك أن الظلم الذي سببه لشعبه كان خطأ كبير. بدأ بإصلاح الأمور وخفف الضرائب، وطلب من الوزراء الظالمين المغادرة. وأصبح حسن مستشارا للملك لمساعدتهم على أن يكون عادلا. العبرة بقى يا جماعة من القصة ديت: الظلم قد يكون قويا لفترة، لكنه لا يدوم بالإصرار والصبر والعدل. يمكن للحق أن ينتصر، والقلب الطيب دائما يجد طريقا للنور. باي باي. لو عجبتكم القصة يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد، واعملوا لايك، واكتبوا في التعليقات عن قصة الرجل الظالم. باي باي.